هنا بمجمع صحارى الرياضي مباراة اليوم ضمن الجولة 17 من دوري عمان المحترفين. اليوم مباراة ما بين الجارين صحار وصحم التماسيح والموج الأزرق في مباراة جماهيرية كبيرة منتظرة. تابعونا من خلال سلف الجماهير. والله اليوم مباراة مهمة صراحة حق صحم، وإن شاء الله النتيجة 2-0 لصحم. أتوقع المباراة تعادل، لأن كل مرة يتواجهوا الفريقين تعادل يكون ما بينهم. أتوقع اليوم 0 يا 1. والله متوقعين إن عشان صحم يكون ويسجل جول وإن شاء الله نتوقع إن الأفضل لصحم إن شاء الله بيكون الفوز. تتوقع أي هدف اليوم؟ طبعا محسن الجوهر مفتاح الفريق. أتمنى تكون مباراة حلوة وجميلة بين صحم وصحار، وأتمنى الفوز من طرفين، من صحار بنقول لهم مبروكين ومن صحم بنقول لهم مبروكين، تراهم اخواننا واصدقائنا. والله انا اتوقع ان طول الدوري طويل والنفس طويل، كانت بدايتهم صح وان شاء الله بيرجعوا مره ثانيه بعدهم بيصححوا المصير. تتوقع صحار يوصل الحماس الدور الاول في الدور الثاني؟ ان شاء الله مع وقفه الجماهير هذه ان شاء الله بيرجع الحماس حاله. مباراة اليوم ان شاء الله فايزين 1-0. تتوقع اي بالهدف اليوم؟ والله ان شاء الله حاتم نتامل انه يجيب. اليوم في غيابات نادي صحار، هل تتوقع انها راح تاثر على نادي صحار؟ لا ان شاء الله، مع كثرة الجمهور ما راح ياثر شيء البر. ان شاء الله نتمنى يعني لازم كل واحد يتمنى فريقه انه يفوز، وعسى ان شاء الله يعني بعد سلسله النتائج السلبيه اللي حققها النادي انه يرجع واللعيبه يطلعوا من الحاله النفسيه اللي هم فيها، وان شاء الله نفوز ان شاء الله. الدور الأول كان مستوى صحار زين، كان المدرب موجود عبد الناصر المكيس، في استقرار في المستوى، لكن تغيير مدرب عندك يمكن صحار يعني كما تقول يبالي نفس طويل للدوري، يعني الدوري ما يحتاج له تلعب مباراة ومباراة تنهزم وتلعب نفس الأداء الفرق الثانية على أساس تستغل نتائج أنت. أحيانا مستوى صحار يكون زين وما يخدم لنا النتائج الفرق الثانية، أحيانا الفرق الثانية ما تخدمه وصحار ما يخدم نفسه في نفس الوقت، فأتمنى تكون مباراة بمستوى طيب إن شاء الله. الشوط الاول انتهت المباراه بالتعادل السلبي، كيف تشوف مجريات الشوط الاول؟ والله الشوط الأول يعني صحم متفوق يعني بفارق كبير، بس عاد ما حالفهم الحظ يعني عشان يسجلوا، فعسى في الشوط الثاني يعني يعوضوا ويستغلوا الفرص ان شاء الله ويسجلوا ونفوز. كم تتوقع نتيجة المباراة بالشوط الثاني؟ والله اتوقع 1-0 لصحم. الشوط الثاني ان شاء الله يعوض الفرص، لانه فرص الشوط الاول كانت صراحه ما تفوت، بس غياب المحترف كولوبالي صراحه ما اثر، لو هو موجود كان بيسجل. محترف البرازيل شويه عنده نقص في التهديف، ان شاء الله الشوط الثاني يسجلوا. تتوقع نادي الصحم اليوم يتفوق على نادي الصحار، خاصة وان المباريات الماضية والمباريات السابقة المواجهات السابقة تنتهي غالبا بالتعادل السلبي او الايجابي؟ بس في هذه المباراه تغيرت الخطه وتغيرت التشكيله وصار اللعب صراحه ممتاز، وان شاء الله الشوط الثاني بيسجلوا على هذا المستوى، اذا واصلوا نفس المستوى مع الشوط الاول بيسجلوا ان شاء الله. الله الشوط الثاني يكون اللعب افضل، وان شاء الله يتقدم اكثر واكثر الازرق، وان شاء الله يسجلوا. بس جمهور صحار اليوم متفوق علينا جماهيريا وهم يقولوا ان هم اليوم بيسجلوا. ان شاء الله ما يسجلوا، الافضليه حنا والتسجيل حنا ان شاء الله. نهاية المباراة الشوط الاول بالنتيجة السلبية، هل راح نشوف في الشوط الثاني نتيجة او اهداف في الشوط الثاني؟ والله يقولوا الشوط الثاني شوط المدربين، وراح نشوف تدخلات اللي بتكون في الشوط الثاني، بس انا اخذت على صحار ان المدرب ما كان عنده ثقة في البدلاء، يعني هو اليوم عنده المهاجم الاساسي فدران مصاب، وكان المفروض يعطي الثقة على المهاجم البديل خليفة. صح ان خليفة عنده مشكلة في التسجيل، لكن تحركات المهاجم يعني مهما كان افضل عن تحركات لاعب نص لما يلعب مكانه يعني. واحنا لاحظنا ان اللاعب المحترف اللي لعب مهاجم يعني المحترف الجديد يعني كان تقريبا خارج اللعب يعني،
فالمفروض انه في الشوط الثاني يضحي بلاعب نص ويدخل لاعب مهاجم عشان يعطي ثقل للفريق، يعني يكون عندك لاعب تارجت تلعب عليه يعني، واذا ما كان عنده فصعب انك تسجل يعني، يمكن خطا فردي لكن كمنهجيه لعب يعني كذا صعب ان نوصل ونسجل يعني. اما اعتقد يعني غالب المباريات في الدوري يصير تسجيل عن طريق اخطاء فرديه في الغالب يعني. مدرب نادي الصحار السابق عبد الناصر المكيس صرح في الصحف ان نادي الصحار اليوم مكشوف وان شاء الله راح يفوز بالمباراه، هل انت مع هذه المقوله؟ والله المشكله ان احنا لاعبين في الدوري يعني مثل الموج، يعني يوم عالي يوم منخفض، ما ممكن تتوقع يعني اني انا راح اكشف فريق يكون مكشوف او ما مكشوف يعني. مشكله ان اللعب بيتحكم بمزاج اللاعبين في احيان كثيره يعني. بس نتمنى الشوط الثاني اللاعبين يعني شويه يكون رتمهم اعلى ويلعبوا باسرع وتمريرات من لمسه، لان لاعبين النص يجروا كثير بالكره يعني، فدائما الكره اسرع من اللاعب يعني، تجرى كثير وتتاخر يعني الفريق الثاني ياخذ وضعه ويكون صعب عليك يعني انك تلعب. والله اول شيء انا امس على الجمهور هذا صراحه يعني كثر خيرهم. نادي الصحار مشكلته في خط النص، ما ينقلوا كوره بسرعه يعني، بطيئين جدا يعني، فمحتاجين الى نقل الكوره بسرعه قدام للمهاجمين. اذا ظل على الطريقه هذه في الشوط الثاني صعبه، يمكن هجمه مرتده حاجه نخطف هدف يعني. فنتمنى انه الفريق في الشوط الثاني يلعب اسرع، الكوره تمشي اسرع قدام، وان شاء الله فايزين. غياب مطر الشاحه وغياب فتران مؤثر اليوم على نادي الصحار؟ طبعا بيأثر على الصحار، لان هداف الفريق فدران هو بيكون مؤثر على الصحار يعني. تعادل سلبي ومسلسل تعادلات تستمر بين ديربي الباطنه بين صحم وصحار. بصراحه هو الاداء ما سلبي اليوم، بعض اللعيبه برهنوا بادائهم يعني الجيد والمتميز، لكن طبعا سوء استغلال الفرص. صحار اليوم ما لعب، صحم كان متفوق في كل الاوقات في الشوط الاول الشوط الثاني، لكن نتمنى يكون شويه عند الجول تكون حساسيه للتهديف. معنا مهاجمين زينين، لكن اليوم سوء طالع اليوم صراحه شيء كبير يعني، ان نطلع اليوم على الاقل ما فايزين 2 أو 3. وطبعا في كالعاده الحكام دائما ضد صحم، بلنتي واضح الكل شافه، ولكن ابدا الحكم ما عنده كانت الشجاعه انه يصفر البلنتي وتحسب على ركله الجزاء الصحم. بغض النظر عن ركله الجزاء، وش ينقص صحم عشان يسجل اليوم؟ مهاجم ناجح، طبعا المهاجم ناقصنها صحم فقط. الحقيقة أنا أشكر الجمهور اللي حضر أولا من الفريقين، ما قصروا. أكيد ديربي بين صحار وصحم دائما يكون جماهيري ما في شك. مباراة كانت جميلة جدا، توقعنا أحد الفريقين يفوز، كان صحم الأقرب للفوز بعد ضياع الفرص. أداء صحم تغير من المباريات الماضية، أشكرهم على هذا الأداء الجميل، وإن شاء الله يقدموا في المباريات القادمة. بس اليوم الصحم ضاغط لكن ما شفنا يعني اهداف، وش ينقص الصحم عشان اليوم يكون متقدم في المباراه؟ ضيعنا بعض الفرص اللي كانت مؤكده يعني، كنا والحكم كذلك ظلمنا في بعض النقاط. اتمنى ان شاء الله المباريات القادمه نكون اكثر حظ. المباراه كانت كفؤ للفريقين صراحه يعني، كان الصحار لعبت بداء حلو وصحم نفس الشيء، تقسمها تعطيهم 50-50 حقيقه يعني. انت راضي عن النتيجه اليوم؟ نعم راضي على الاداء اللي قدموه اليوم، راضي والاداء كان طيب. والله ما اعرف سبب التراجع، الصحار من يوم ليوم يتراجع اكثر، ما اعرف سبب التراجع يعني. والله يكتب الافضل ان شاء الله في المباريات القادمه. والله كالعاده يعني مباراه ديربي ولازم يكون في تحفظ، خاصه ان اليوم اللعب كان يعني في الوسط شفنا مثل يعني كل مباراه يعني، لكن ما اعرف شو سالفه الحكام معنا نحن بالذات يعني، من كم مباراه يعني والله تعبنا. نعم عدة مواسم وديربي الباطنة يعاد سنويا بنتيجة 0-0، وهذا يدل على مستوى الفريقين والضغوطات اللي حصلوهم طبعا من ناديين، نادي صحم ونادي صحار. فالشحن اللعيبة والضغوط الجماهير اللي حضرت مباراة اليوم، بس نسبة كبيرة اللي حضرت بمباراة صحم وصحار الديربي هذا اليوم. طبعا جماهير صحار هي الأكثر، ما أعرف ايش اللي حصل في جماهير صحار، هل هي ما مقتنعة من الفريق أو حاجة أو شيء من هذا القبيل، لكن إن شاء الله نتمنى الفريقين دائما للتقدم وللأحسن إن شاء الله. نعتدنا على الشيء كله تعادلات تقريبا، تو 10 تعادل بين الفريقين يعني، لا جديد في الديربي، ضياع فرص واحنا كنا بنفوز، وذا الخصم يقول احنا كنا بنفوز، لا جديد في الديربي ابدا. سلمان صراحه مؤثر جدا في الهجوم، كذلك فدران يعني غير مؤثر جدا، فلك ما حد يسجل.
ثاني مباراة للمدرب خسارة أولى وتعادل وينسوي يعني ترجح اليوم يعني تعادل صحار بالنتيجة السلبية بسبب غياب فدران يعني؟ ما في فدران بالشرط، بس اللاعبين بشكل عام يعني مستوى ما في، يعني ما في مستوى عشان يأهل الفريق انه يفوز. ويستمر مسلسل التعادل السلبي ما بين أندية نادي صحار وصحم في الديربي الجماهيري الكبير. تابعونا إن شاء الله في المباراة القادمة مع سيلفي الجماهير.